السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير في هذا الفيديو. اول حاجه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعاود نرحب بكم مره اخرى حبيباتي في هذا الفيديو جديد على قناتي. اليوم حبيت نحكي معكم على موضوع يهمكم ويهمني ويهم عفوا اي امراه في هذه الحياه، اللي هو كيفاش تولي امراه ذكيه في دارك. الذكاء ماشي شرط تكوني قارية ولا عندك دبلوم باش تقولي على روحك أنا مرة ذكية، لا لا. الذكاء الحقيقي هو كيفاش تتصرفي في دارك، كيفاش تعيشي حياتك اليومية براحة وتنظمي وقتك وتكوني دايما قوية ومرتاحة. نبداو البنات، نبداو مع بعض بنقاط يعني حددتهم أنايا، ولا معظم يعني معظم الأشخاص اللي يقوموا بدراسة هذا الموضوع بالذات يحدوا هذه النقاط يعني كأساسيات، ولكن راح نحاول يعني نناقشوا بطريقتي أنا. اول خطوه اللي هي نظمي وقتك. الوقت البنات، الوقت. تلاحظوا البنات باللي كي يكون الوقت كبير ما يكفيناش الوقت، وكي يكون الوقت صغير طبعا ماهوش راح يكفينا. لهذاك صدقيني يا اختي، صدقيني، المراه اللي تنظم وقتها وتعيش بزاف مرتاحه. ماشي لازم تنظفي الدار كامل في نهار، ولا ديري برنامج بسيط مثلا. لا عفوا، ماشي ديري برنامج يعني شغل مركز وفيه بزاف اشغال، لا البنات. مثلا اليوم ديري الطياب والغسيل. مثلا كيفاش ننظموا وقتنا، راح نوريكم انا طريقتي. مثلا كيما اليوم نطيب ونغسل، غسيل تاع القش ولا غسيل ما على باليش، حابه نيطواي المطبخ تاعي بشوي بشوي طبعا. غدوه من ذاك نظفوا الارضيات والنوافذ، يعني نظفوا شغل نقسموا المهام تاعنا. ماشي في نهار واحد نوض الصباح نغسل المطبخ تاعي نسيقو ونعاود نروح ننظف الملابس تاعي. ما نقدروش البنات والله العظيم، نفسيا راح تتعبي. هذا بلا ما نهضروا على الجسد تاعنا. وش رايكم البنات نديروا مع بعض دفتر صغير برك، ولا سبوره؟ اي الامهات يعني اللي عندهم ولاد يتمدرسوا، يعني كاين معظم الامهات عندهم سبورات مثلا في البيت ولا في المطبخ، ولا تعلقي هذوك البطاقات اللي تعلقوا في المطبخ، هذيك الكناش صغير نسيتو اسمهم. المهم البنات كل واحده وطريقتها كيفاش تحب تدون. تقدري حتى تستعملي الهاتف تاعك وتسجلي بهذه الطريقه لي فوكال برك، يعني تسجلي كلامك وتنظم به نفسك. كل واحده وطريقتها، وكل واحده كيفاش تحب تنظم روحها. المهم البنات نكتبوا في هذا الدفتر ولا في هذا الشيء اللي قلت لكم، كل واحده تحب دير واش تحب، نكتبوا فيهم المهام اليوميه. بهذه الطريقه ما ننسى والو وتخدمي وانتي مرتاحه. يعني شغل كيفاش نقول لك، المنبه مثلا كي يعود عندك مثلا رونديفو، ولا عندك عرس، ولا عندك مناسبه، ولا عندك ما على باليش دواء، يا اخي دائما نديروا منبه، ولا نديروا حاجه اللي تفكرنا. هكذاك حنايا راح نديروا هذا الدفتر به يفكرنا في المهام تاعنا. وثاني البنات نعطيكم ملاحظه، في الايام الاولى او في المراحل الاولى ماشي لازم تطبقي جميع الامور يعني على حذافيرها. معليش البنات، خطرات ننساو، خطرات نفشلوا، خطرات بصح نحاولوا نقوموا بهم على اكمل وجه. الامر الثاني البنات واللي كامل ننسى، يعني نحن نغفلوا عليه وننساوه ويأثر على النفسيه نتاعنا، اللي هو الاهتمام بالنفس. الاهتمام بالنفس حبيبتي، تروحي تشوفي روحك في المري فقط، حاشاك تدخلي فقط للتواليت، تفوتي للدوش باه تغسلي يديك، تشوفي وجهك، والله العظيم نفسيتك تتعب حبيبتي، نفسيتك. انا نعرف بلي المسؤوليات كثيره، كاين الراجل الاولاد الدار، بصح راكي حتى انت محتاجه وقت لنفسك. خذي نصف ساعه غير ليك، ماشي نصف ساعه، هذه نصف ساعه ماشي تخوضيها في وقت يعني كامل. نوضي صباح مثلا، دخلتي للدوش، قضيتي شغلك في الدوش ما على باليش، اغسلي وجهك وديري شويه مثلا مكياج في فمك. اسيدي مثلا رحتي شربتي قهوتك وراكي تحكي مع روحك، واش راح تلبسي اليوم؟ ما قلت لكش انا يعني تخلي شغلك وتروحي، لا. مثلا كما قلت لكم اكيد تشربي في قهوتك وراكي تخمي واش راح تلبسي اليوم، الحاجه اللي راح تلبسيها، مثلا حاجه كانت عندك وما لبستيهاش، عندك وقت، حاجه تحبيها. حتى وما راكيش خارجه البنات، والله انا احيانا نلبس القش تاعي تاع الخارج نلبسه في البيت، خاصه البنات السراويل كيما الجينز ولا السراويل الضيقه مع البودي. احنا كمحجبات ما نقدروش نخرجوا بهم للخارج، ولكن ليه ما نلبسوهمش احنا البنات؟ راني نهضر على النساء طبعا اللي يسكنوا وحدهم ومع اولادهم، هذا مكان يعني اللي عندها اولادها كبار طبعا ماشي راح تلبس قدامهم هذه الامور. ولكن مثلا كي يروحوا المدرسه ماشي لازم تلبسي هذه الاشياء للزوج فقط، تقدري تلبسيهم من نفسك، والله تحسي روحك رشيقه، تحسي روحك ما باليش، تحسي روحك الفراشه، تعاودي تسترجعي الايام يعني السابقه كي كنتي مراهقه يعني. وحتى نفسيتك راح تكون مرتاحه. يبان هذا الشيء، حتى هذا الشيء يعني راح يبان في ذاك النهار في كلامك، راح يبان في خدمتك، تكون عندك انتاجيه اكبر، ويعني وتعاملك مع عائلتك.
انت كي تستراحي نفسيا يعني عائلتك تلقائيا راح يستراحوا نفسيا. يعني هذا الامر معروف. يعني شخصيا يعني كي نكون اليز وفرحان هكا نحس روحي برنسيسه وعادله روحي. حتى ولادي نمد لهم الحب، والزوج تاني نفس الشيء، حتى يعني العائله ولا الاشخاص يعني الخارجيين اللي نتعاملوا معهم في حياتنا اليوميه نوليو ما يهموناش فيهم. يعني هنا البنات ننتقلوا النقطه الثالثه اللي هي كوني مرأة تتعلم دائما. البنات صح كاين بزاف منا اللي درسوا في الجامعات وكملوا دراستهم، ولكن هما قرروا ولا ظروف ولا نقولوا المكتوب يعني بهالكلام تاعي يكون متعلق بالله هو اللي خلاهم يقعدوا في البيت. ولكن هذا الامر ما يعنيش بلي لازم يعني تتوقفي عن التعلم. والتعلم البنات ماشي لازم يكون يعني تعلم العلمي اللي هو يعني تاع المدارس ولا تاع الجامعات. لا البنات وش معناها كل يوم تحاولي تعرفي حاجه جديده. مثلا تجربي وصفه جديده راح تتعلمي. هذا تعلم. تتعلمي طريقه جديده في ترتيب الدار، مثلا كيما طريقه ماري كوندو، طريقه فعاله وطريقه جيده وشيقه يعني وتحمسك خاصه في البدايات. ولا تسمعي فيديو على التربيه ولا على التنظيم. ماشي لازم تكوني كامله، يعني ماشي لازم تكوني تعرفي الحوايج اللي ما يهموكش. انت بكل صراحه انت دوك عايشه في البيت مع زوجك مع اولادك، وش يهمك تتعلمي علم الفضاء ولا علم المريخ ولا المهم البنات يعني كل واحده تتعلم الحوايج اللي في حدودها هي. واللي حابه تطور روحها اكثر اللي ما لا تقدر تطور روحها في مجالات اخرى. مثلا البنات تتعلمي الطباعة على القماش، تتعلمي مثلا الطرز، تتعلمي الخياطة. البنات فنون بزاف يعني يهموا المرأة وفيهم أيضا ربح مادي، يعني اللي تحب تستثمر في نفسها. يعني دايما حاولي تطوري من روحك شوية بشوية فقط راح تلقاي روحك تعرفي بزاف أشياء. ننتقل للبنات الأربع حاجة اللي هي أعرفي كيفاش تتعاملي مع المشاكل. يعني ما كانش بيت ولا ما كانش أسرة ولا ما كانش أشخاص يعني يخلو من المشاكل، ولكن كل شخص وطريقته كيفاش يتعامل مع المشاكل. المرأة الذكية ما تكبرش المشاكل وما تخليش أعصابها تلعب بها. كي يطيح مشكل خذي نفس فكري. يعني على بالي نهضر لكم هذه الحاجه تقولي يا حسره كي تقلقي وقتها راح تاخذي نفس وقتها راح تفكري. ولكن البنات احنا لازم نديروا كنترول على رواحنا. بديت نتقلق تفكر هذيك النقطه لازم نديروا هكذا. البنات روحوا للكوا ولا روحوا لبلاصه وحدنا، ما نكونوش قدام هذاك الشخص، لانه على بالنا المجتمع تاعنا وخاصه يعني الاشخاص الكبار راح يقول لك هذه مهبوله وش بيها تتنفس عليك. احناش لبنا هذوك الالفاظ السوقيه يعني اللي نستعملوهم ولا يستعملوهم الاشخاص المحيطين بنا يعني في حياتنا اليوميه ما نقدروش نتهربوا منهم. هذا الامر موجود يعني بالسيف عليك حتى وتصفي لونطوراج تاعك ولا المحيط تاعك راح تلقاي اشخاص كيما هادو لازم يعني ولا بد منهم يكون واحد ولا اثنين. والله مثلا الا لازم تهضري اختاري الوقت والكلام المناسب. مثلا عندك موضوع حابه تهضريه، حاولي تفكري في هذاك الموضوع كيفاش راح تهضري. تبداي شو انت تخمي واش تهضري على بالك تعودي تبداي تهضري خطرات تخرجي على السياق، ولكن على الاقل ماشي كيما تكوني تهضري بلا ما كنتي فكرتي من قبل. مثلا الراجل يقدر المرأة اللي تعرف تحكي بعقل. فهمتوا البنات؟ الراجل مثلا يشوف مرته تعرف تهضر بالعقل خاصة في المواقف الحرجة ولا في المشاكل ولا في المواقف اللي كاين انسان مثلا كي يكون كاين مشكل يكبروا هذاك المشكل ويفتنوا ويديروا مشكل كبير. الراجل في هذاك الوقت ما يفيقش. كاين رجال عادي موالفين نساهم هكذاك، بصح الراجل اللي يشوف مرته هذاك المشكل راه يشوف فيه هو كبير، ولكن هي تصرفت بعقل وبحكمه وفوتت هذاك المشكل وصغراته. الراجل راح يشوف مرته في عينيه يعني يشوفها كبيره. وايضا انت كتعودي تتصرفي بهذه الطريقه امام اولادك راح يتعلموا منك الصبر والحكمه. يعني هذا واش راني نشوف البنات. انا نعطيكم هذه النقاط، ولكن اللي عجبوكم تقدروا فقط تكتبوا لي راح نركزوا فيهم اكثر. يعني البنات والله عندي خبره ماشي خبره كبيره ومازالني نتعلم، ولكن الحمد لله كاين امور صح النتيجه نتاعهم راني نشوف فيها في بيتي ومع زوجي ولا مع اهلي. خامس النقطة عفوا البنات اللي هي خلي دارك مرتبة على طريقتك. يعني كي ترتبي دارك وتعدليها راح تكون في ذوقك انت وطريقتك انت. ما كاش منها هذه كل وش يعجبك ولبس وش يعجب الناس. انا البنات ضد هذا الامر، ناكل وش يعجبني ونلبس وش يعجبني. الناس هذو انا عندي امر ماهوش زايد ولكن امر فرعي نقدر نضيفه في حياتي نقدر ما نضيفوش. هنا البنات ماشي لازم تعيشي كيما
كيما اللي عايشين هذوك البنات على الانستغرام، ويعني وتكوني انت صوره طبق الاصل عليهم. البنات هذوك اللي راهم عايشين بهذيك الطريقه، يا اما فعلا راهم عايشين عندهم يعني كيفاش نقول لكم، عندهم المال فعلا، والله راهم يتظاهروا. يعني معظمهم يعني شفناهم فضحوا رواحهم، فضحوا بعضهم، لقيناهم بلي راهم يتظاهروا بهذه الامور. يعني حبيبتي ننصحك ديري اللمسه نتاعك انت. مثلا انت من هذوك النساء اللي يحبوا اللمسه التقليديه يعني القديمه، ديري البنات، ديري هذاك الحنبل، والله هذاك الحصير المطروس تاع بكري. البنات راهو ديجا راهو الان راهو موضه، فهمتي حبيبتي؟ مثلا انت تحبي الحاجه الانتيكه، استعملي الحوايج الانتيكه. تحبي نحاس كيما انا البنات نموت عن نحاس، يعني كل ما نخرج نلقى حاجه قديمه نشريها. ما كانش يعني بلاصه في داري ما فيهاش، في الغرفه نتاعي كاين، في المطبخ تاعي كاين. فهمتوا البنات؟ رتبي البلايص اللي تستعمليهم بزاف. مثلا المطبخ، دائما راكي قاعده في المطبخ لازم ديري مساحتك في المطبخ، ديري بلاصه ليك في المطبخ. الصالون نفس الشيء، عندك كرسي تحبي تقعدي فيه، ديري مثلا طاوله صغيره حطي فيها الاشياء اللي تحبيهم. مثلا طرز ولا على باليش تحبي مثلا تتفرجي تحطي الهاتف ولا شارجور تاعك ثم، مثلا تحبي تقراي كتاب تحطي كتابك ثم. غرفة النوم، يعني أنايا مثلا والزوج بصراحة غرفة نومي هي مكتبي، غرفة نومي هي غرفة نومي، غرفة نومي هي غرفة الراحة نتاعي اللي خاصة. يعني وبصراحة ماهيش منظمة يوميا، يعني ماشي بالمعنى ماهيش منظمة يعني متسخة، ولكن السرير نتاعي نستعمله برسك يوميا، يعني من الصباح للعشية نريح فيه، نقعد فيه، نهضر فيه في الهاتف، نكتب يعني وانا مستراحة في السرير. كما قلت لكم البنات كل واحدة وطريقتها ولا وين تلقى راحتها، يعني وكل واحد راح يلقى البلاصه اللي تريحه. يعني هذا التنظيم، يعني التنظيم الفكري اللي هو اكثر من التنظيم المادي، راح يسهل عليك الخدمه ويخلي دارك دائما بنينه بنينه. البنات ماشي نظيفه وماشي منظمه، بنينه. سادس واهم حاجه اللي هي اخدمي كل شيء بنيه طيبه. البنات النيه وكيفاش يقولوها، وانما على نياتكم ترزقون. بصراحه البنات كي تكون عندك نيه طيبه ربي ان شاء الله راح يلحقك، يعني وتوصلي المرغوب تاعك. مثلا ديري الطياب، التنظيف، تربيه الاولاد، عاوني راجلك، وكل حاجه ديريها بنيه صافيه. البنات يعني هذا الامر لم يعني كاين بزاف نساء ما على بالهمش بلي رانا نؤجرون على هذا الشيء. يعني كي تنوضي الصباح تقولي اللهم اني نويت ان اطبخ اليوم لاولادي وزوجي، ان شاء الله باذن الله راح تدي حسنه وتدي صدقه على هذا الامر. يعني راكي تخدمي بلا مزيتك، على الاقل نديو حسنه ونديو اجر، وراح نخدمو على الاقل نخدمو بطيب خاطر. يعني هذه الامور بصراحه احنا دائما يعني فينا هذه الامور لها غالب نحبوا نضمروا على الاشياء اللي نقوم بها. انا طيبت لك وانا غسلت لك وانا درت لك وانا تعبانه، احنا نهضروا هذه الامور يعني في سياق العاده، ولكن هذه الامور راهي تحسب علينا ماشي لينا البنات. ومناش ما همش راح يشفقوا علينا، والله اصلا راح يملوا، راح يولي لهم روتين هذا الكلام، يوليوا ما يحسوش بنا اكثر فاكثر. المرأة اللي تخدم بحب ربي يبارك لها يعني في كل شيء، وتعيش مرتاحة مهما كانت الظروف. يعني حتى وتكون فقيرة وما عندها والو، صح كي تخدم بنية وتعدل وش كاين في دارها وتاكل وش كتب ربي، راح تكون مرتاحة نفسيا هي، وطبعا راح تعكس هذا الشيء على بيتها وعلى أولادها اللي هما بنفس الشيء، ولا بالمقابل أيضا راح يعكسوا هذيك الراحة عليها هي أيضا. هنا البنات في الأخير، يعني في الأخير راح نقولكم راكي قدها البنات، راكي شطورة، يعني وما تحتاجيش حتى واحد يقول لك هذا الشيء، خاطرش انت تعرفي قيمتك. خلي روحك دايما إيجابية، وعاوني غيرك بالكلام الطيب، عاوني نفسك أولا وغيرك بالكلام الطيب، لأنه راح يعكس عليك وربي يرزقك الراحة والسعادة. حبيباتي هنا إذا عجبك هذا الفيديو ما تنساش ديري لي جيم وتخلي لي تعليق فيه رأيك، وتشتركي معايا باش يوصلك كل جديد. دمتي امرأة ذكية وناجحة ومتهنية، نشوفك في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة حبيبتي.